هلا هلا والله بالغوالي. هلا، شفتوا بقى؟ عاملين ايه؟ ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ حطوا اللايك الجميل والاشتراك وتعالوا شوفوا ام ندى وادم بيعملوا ايه العظمه دي. روقنا كده بقى الحته اللي ورا البوابه دي، الصاله او بقول عليها الصاله يعني، عشان برضو بنقعد فيها. طبعا عارفين ان البيت على الشارع، وغير كده ان هو في مصنع مواسير اسمنتيه قدام الباب، قصدي قدام البوابة بره يعني، فما بيشتغل بالدنيا بتتبهدل عندي هنا. تمام. حط اللايك بقى كده وتعالوا نشوف اليوم بتاعنا. اليوم بتاعنا بدأ من بدري. قمت طبعا فطرنا وفطرنا الطيور بتاعتنا، ومسكت حتة ديك كده على كيفكو، ديك بلدي دبحته ونضفته. وطبعا احنا دبحنا كذا مرة قبل كده ونضفنا مع بعض، فايه ما صورتش الصراحة يعني. تمام، كسلت ان انا اصور، اكتفيت بس ان انا قلت ايه اقول لكم ان انا ذبحت الديك النهارده وهنطبخ ديك النهارده. ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم؟ كفايه ما انتوا بقى ايه، بنزل فيديوهات ما بتتشافش يا جماعه، يا جماعه ما بتتشافش. حطوا اللايكات وخشوا شوفوا الفيديوهات اللي على القناه عندنا. والله التروسيكل اجرته عليا. هاتوا تروسيكل كده ولفوا بقى. اللي عايزة تشوف الحمام هتلاقي، اللي عايزة تشوف البط هتلاقي، اللي عايزة تشوف فراخ هتلاقي، اللي عايزة تشوف عايزة تربي بط وتربي فراخ برضو يا جماعة دوروا اتعبوا شوية بس. المهم بقى يا جماعة يا جماعة يا جماعة، طبعا انا قلت بقى ايه، ابص كده بص على التلاجة بتاعتي، لقيت خيارتين قلت اما احطهم في ايه البرطمان المخلل قبل ما ايه يبوظوا. تمام، كده كده خلاص رايحة السوق بكرة، فقلت ايه اظبط الدنيا كده. ليمونه اشوفها، قرن فلفل كده، قرن فلفل كده، يعني المهم ان احنا ايه نظبط الدنيا. طماطم امسكها اروح ايه عاملاها صلصه وحطها في الفريزر. المهم ما نسيبش حاجه عشان ما تبوظش في التلاجة. تمام كده. طبعا خلصت مخلل، وقلت بقى ايه نبقى اجيب شوية فلفل كده بقى، على حبة ليمون، على حبة اي حاجة كده، جزر، ونعمل شوية مخلل ان شاء الله ايه بكرة ولا بعده. خلاص. المهم بقى ايه قلنا ننزل كده بقى نشوف الدنيا عندنا ايه. لقيت الخيارتين زي ما انتوا شايفينهم كده، وكان عندي شويه الميه بتاعه المخلل دول قطعتهم فيها. الست الشاطره تدبر وتوفر وتلم على نفسها، وخساره الحاجه كل اسبوع كده مره على التلاجة شوف الخضار بتاعك. تمام، البتنجان الخضار من طماطم لجزر المهم ظبطي الدنيا بتاعتك. مش هتحتاجي تستعمليه، قطعيه وحطيه في الفريزر. تمام. طبعا احنا عارفين الظروف اليومين دول عامله ازاي، فمش كل فيديو هنقعد نتكلم ونقول الظروف ومش الظروف. فانت الحاجه اللي هتستغني عنها او حاسه نفسك هتطول عندك استعملي، حطها في الفريزر، قطعي. امال احنا الفريزر كل الفريزرات اللي عند الشعب المصري فضيت خلاص، الاستراتيجي راح. تمام، ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، ربنا يرخي قوتنا يا رب، اللهم امين. مسكت الديك بقى، احترت قلت ايه احشيه، فما عرفتش بقى، قلت هو مش طلع معايا غير ان انا اقطعه. ويعني ما شاء الله حتى فكرة التقطيع دي طلعت حلوة، عجبتني بجد بقى. ومسكت الديك قطعته على 18. شفت بقى 18 مش 18 بجد يعني هزار. مسكت الوراك يعني ايه، دبوسة في ناحية والفخدة في ناحية، الكتاف كده. ما بقى ايه في الغلا دي لازم بقى كل واحد. يلا بقى الحمد لله، بلاش كل عيل كان بياكل ربع دلوقتي نطله تمنة يبقى حلو. اه هنعمل ايه في الغلا ده؟ المهم بقى يا جماعة عشان ما صعبش عليكم وانا وتصعبوا عليا وتنسوا تحطوا اللايك، فانا عشان كده هسكت ومش هتكلم اكتر من كده، مش عايزاكم تزعلوا يعني. هي المهم مسكنا الديك، طبخناه طبعا، حطيته بقى بشوية بصل بقى بشوية فلفل وطماطم كده على النار، وظبط يا عم معلم. كانت حكاية. شوية شوربة كانت لوز اللوز. طبعا الديك البلدي ايه، ما مش كان فيه يعني، مش سمين يعني، مش فيه الدسمة اللي هي بتاعت البطة او الفراخ البيضة، فاهميني ازاي.
المهم بقى ايه، جبت الحله بتاعتي وحطيته في الحله كده، وبالبصل والفلفل، قطعت فلفل اخضر. بس الصراحه مش كان عندي فلفل اسمر، مش عارفه، كان اول مره اخلص فلفل اسمر. قطعت كده ايه الفلفل الاخضر، ولقيت طعمه مخلى طعم الشوربه هايله والله بجد. حطيت فلفل اخضر وطماطم وشوحتها كده بقى، وغليت الميه السخنه ونزلت عليها. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك العظيم. اذكروا الله كده وصلوا على النبي، وحطي لي كده، اللي هتحط اللايك هبعت لها دبوسة الديك. يلا، مين هيحط اللايك؟ اقول لكم ما تحطوش، عشان الديك دبوستين بس، دبوسه خدها ادم ودبوسه خدها الواد يوسف. ما تحطوش لايكات خلاص، انا مش عايزه، عشان ما نكذبش بقى. عملنا رز بشعريه، وعملنا ملوخيه على شوربه الديك، وكنا كتار يعني، مش كنا احنا 5 على الديك، لا. يعني بص، الحمد لله، الحمد لله. لما بيبقى عامله اكل بسيط بتصادف والاقي الموضوع كبر. فالاشخاص يعني، مين جرب يحصل فيه مواقف؟ انا دايما بيحصل معايا الموقف ده، وساعات سبحان الله احس كده، طب لا، ما لا لا مش هتجي، وابص الاقي الدنيا ادتني قفا. يلا، فص توم، معلقه زبده صغيره او سمنه، تحطي بقى ايه معلقه كزبره ناشفه، وقطعه طماطم، صلصه طماطم. كان عندي كيس فيه طماطم فرماها كده، فروحت مطلعه منها حته زي ما انتوا شايفين كده. تمام. ومرقه دجاج. وبصوا بقى الخطوه دي هتعجبكم قوي والله، وهتطلع لكم شويه ملوخيه هايله هايله هايله. الملوخيه الناشفه بقى، ماشي. بصوا، بروح ماسكه الملوخيه نازله بيها على الصلصه بتاعتي دي، وعجنها في بعضيها كده. تمام. واروح التركايه بقى تسيبها دقيقتين 3. تمام. بعد ما تسيبيها تعجنها وتتاكدي ان هي اتعجنت معاكي حلو، وسيبتها شويه تكون هي اتشربت كده، لان هي بتشرب معاكي شوربه كتير، غير الملوخيه الخضراء. تمام. فهي لازم تاخد كفايتها من الشرب، يعني تظبطيها كده. والخطوه دي بتخليها تطلع معاكي خضراء، مش غامقه كده. وفي حاجه تركايه كمان ممكن تحطيها عليها، بس انا الصراحه مش كان عندي، ولو كان عندي كنت حطيت. بصوا، تشعيره كده كربوناتو. تمام. تحطي كده ربع المعلقة، يبقى كتير كمان ربع، يعني حاجة بسيطة كده كربونات، تفتحها شوية وتخليها معاكي 100 100. ومعلقة الصلصة اللي احنا حطيناها دي تحفة. طبعا بقى ايه، طلعنا الديك بتاعنا وهعمل له صلصة كده. تمام. صلصة ايه هقول، هعمل له صوص. هعمل له صوص، وادخلها بقى ايه في تحت الشواية، تاخد لون تبقى تحفة. ما شاء الله ما شاء الله. لا، الديك ديك محترم يعني، ديك ابن ديك يعني، امال ايه. مش معلقه كاتشب، ومعلقه زيت، ومع ربع كده ايه، ربع ذره صغيره ملح، واقلب ده كله كده كده، واروح نازله بقى ايه، دهنه الديك بتاعي. يعني مش عشان مقطعينه حتت صغيره كده هنستخسر فيه، لا هنظبطه برضه، نظبطه كده ونطعمه ونديله الطعم الحلو. الكاتشب بقى بتديله تسكيره كده، يا سلام. لا لا لا، بتخلي طعمه في حتة تانية تانية خالص يعني. وما شاء الله، في ناس ما بتحبش الفراخ البلدي، ما اعرفش ما بتحبهاش ليه، بس لما تعملي الطريقة دي وتدخليها الفرن هتحبيها. ثقة في الله هتحبيها، مش ثقة فيا، لا ثقة في الله هتحبيها بجد. ما تعملي الصلصة دي كده وتروحي حطها عليها، يا سلام بقى. لو شعرة فلفل اسمر مش كان عندي، عادي يعني، احنا مش ملايكة يعني، انا ناس كاملين مكملين عادي. شفت بقى، طشة، مش عشان ملوخية ناشفة نهمل فيها، لا. الطشة بقى، معلقة السمنة البلدي، وتنزلي كده بقى معلقة التوم العالي العال، يبدأ يصفر معاكي، تنزلي كده بمعلقة الكزبرة، وتروحي طشة، طش يا معلم على الملوخية. مش تنسوا بقى تقولولنا بتتابعونا منين، وتكتبولي كومنتات حلوة.
بشكر كل حبايبنا السعوديين، ما شاء الله عليكم، يعني ناس على راسنا، والعراقيين ناس، يعني انتم احسن ناس والله. وطبعا المصريين، اهلي واخواتي وحبايبي دول على راسي، تاج كده الواحد يعني يحطه على راسه. ما شاء الله ما شاء الله. شايفين؟ سامعين طشة الملوخية؟ تشهقي كده وتشدي كده انا مش بعرف اشهق لها، بس انا بقول لكم يعني هزار يعني. شايفين؟ شايفين؟ سامعين؟ سلطة خضراء، شوية المخلل العال العال، شوية الرز بالشعرية، كان اخر حبة مخلل بقى. ظبطنا الدنيا كده ونغرف الشوربة بتاعتنا، وايه بقى، وتشوفوا الصينية بتاعتنا كده، كانت اكلها اكلة حلوة. وابو يوسف مش صابر هو ويوسف، يلا يا مام يا ولا اصبروا يا جماعة، ما نرص كده وندي منظر كده يعني. ادوني كده قيمتي كده يعني، قيمتي كفنانة مبدعة عادي يعني. في نفسي حاسة ان انا فنانة مبدعة، عملت اكلة من ما فيش يعني. بصوا حطينا الاكل كده ما شاء الله خلاص، وقعدنا وقفلنا الكاميرا والدنيا اتظبطت. بصيت واحنا قاعدين في المطبخ، إذ فجأة العدد زاد 2. بس بفضل الله الحمد لله، كل اللي ليه نصيب في حاجة ايه، ربنا سترنا طبعا. الطبق اللي هناك ده اللي هو فيه الجناحين والحاجات دي، طبقنا ده المفضل يعني. شايفين بقى أكلة حلوة ازاي، ويوم معدى وما شاء الله تبارك الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كان زي العسل. لايكك الجميل، واستهنيني في فيديوهات تانية كتير.